اهلا بيكم، ازيكم؟ في الفيديو اللي فات اتكلمنا مع بعض عن ازاي حلينا مشكله لصاحب عياده كان بيجيله رسائل متكرره كتيره جدا، سواء كان على الواتساب او الفيسبوك ماسنجر او حتى على الموقع بتاعه. وقلنا لكم ان احنا عملنا شات بوت بالذكاء الاصطناعي اللي بسهوله جدا تقدر تبعت له اي سؤال ويرد عليك في لحظتها. والميزه فيه انه بيرد على عدد كبير من العملاء في نفس الوقت. كمان شرحت لكم ان فلو وايز هو اللي شغال في الخلفيه، وهو اللي بيحضر الردود للعملاء وبيرد عليهم في لحظتها. ودخلنا مع بعض على موقع فلو وايز. النهارده حابب ان احنا نكمل بقيه الانستليشن بروسيس بتاعه. يعني احنا عملنا الانستليشن المره اللي فاتت على اللوكال كمبيوتر بتاعنا، لان هو ممكن يشتغل على اللوكال كمبيوتر او يقدر يشتغل على الكلاود هوستنج، وانا بفضل طبعا الكلاود هوستنج لانه منه هيبقى على طول اونلاين ويقدر ان هو يرد على العملاء بشكل مباشر، واقدر اوصله بالواتساب، فيسبوك ماسنجر او حتى الموقع بتاعك طول ما هو على الكلاود. ففي الفيديو ده هرشح لكم اداة تقدر ان انت ترفع بيها الفلو بتاعك على الكلاود كومبيوتنج. انا اسمي هاني جرجس ودي قناة اي اي بالعربي. اهلا وسهلا بيكم مرة تاني. في الفيديو اللي فات دخلنا مع بعض على فلو وايز، والمرة دي عايزك تخش على فلو وايز وتبتدي تخش على الجيت هاب ريبوزيتوري بتاعتهم علشان خاطر نقرا عن فلو وايز ونعرف تفاصيل اكتر عن ازاي نرفعه على الكلاود كومبيوتنج. اول حاجة بشرحها هنا هو ازاي تعمل الانستليشن بتاعك على اللوكال هوست بان انت تدخل الامرين دول، وبعدين هتدوس على لوكال هوست وهيفتح معاك اوتوماتيك. تاني تايب اوف انستليشن هو الدوكر انستليشن، وده ممكن نبقى نتكلم عنه فيديوهات تاني، بيتطلب شوية خبرة، بس خليني اشرحها لكم فيديو تاني. خلينا نبتدي بحاجة سهلة وبسيطة دلوقتي. وفلو وايز بيديك اوبشن ان انت ترفعه على AWS او اجور او ديجيتال اوشن او غيرهم كتير من الكلاود هوستنج كومبيوتنج سيرفيس بروفايدر. بس انا مش هشتغل على ولا واحد من دول، انا هشتغل على حاجة ارخص من دول كلهم، حاجة اسمها Elastio. الموقع بتاعهم ببساطة لو دخلت على elast.io وابتديت تعمل ريجستريشن لفري اكاونت عندهم، بيبقى ليك فري ترايل بان انت تاخد ترايل بيريود تجرب بيها الابليكيشن. فهتعمل فري ترايل وهتخش تسجل معاهم من خلال زرار فري ترايل. تقدر تخش بالجيت هاب بتاعك او بالجيت لاب او بجوجل. اسهل حاجة بخش بيها دايما هي جوجل، ان انا بعمل الريجستريشن بجوجل اكاونت، وانا هنا هوت لاني اوريدي معايا الاكاونت ومتسجل عليه فدخلني بشكل مباشر على الاستيو. اول حاجه هتعملها تدوس كرييت نيو سيرفيس، ولما تدوس كرييت نيو سيرفيس هيطلع لك مجموعه من السيرفيسز اللي ممكن تهوست بسهوله. احنا اللي يهمنا دلوقتي هو فلو وايز، علشان كده انا كتبت له فلو وايز وهقول له سيلكت، وبعدين هنزل تحت شويه وهنا هوت بيقول لي في الساعه بيتكلف كام سنت، حوالي 2 سنت في الساعة. فهقول له next create new service وهيبتدي deploy the new service. هرجع لكم تاني بعد ما يكون خلص لانه بياخد شوية وقت. بعد ما خلص deployment كل اللي انا هعمله هيفتح لي الصفحة دي، وبعدين هقول له display admin UI. هيطلع لي اللينك بتاع الابليكيشن بتاعي واليوزر نيم والباسورد بتاعتي. كل اللي هعمله ان انا هدوس على اللينك دوت، وبعدين هدخل اليوزر نيم والباسورد، هعمل لها كوبي من هنا. وزي ما انتم شايفين بالشكل ده دخلني على السيرفيس بتاعتي. انا عشان اوريدي عندي رانينج فلوز فطلع لي الرانينج فلوز بتاعتي، بس انت لما تفتح هيفتح قدامك الصفحه دي فاضيه. اول حاجه هتعملها هو ان انت هتدوس اد نيو، ودي الصفحه الرئيسيه اللي بنكون منها كل الابليكيشنز بتاعتي. زي ما شرحت لكم في المره اللي فاتت، هو ان انت ممكن تخش ببساطه على ماركت بليس، وهنا هتلاقي تمبلتس جاهزه لناس كتير عاملاها. نقطه بدايه رائعه ممكن تبتدي منها لان انت تعمل الابليكيشن بتاعتك. فممكن اكاريت من هنا image generator AI application، ممكن اكاريت translator، وممكن اكاريت web page question and answer. وفي الحالة دي بيكريت لك فلو تقدر تسأل بيه اي موقع الكتروني السؤال اللي انت عايزه ويرد عليك اوتوماتيك. بس انا عشان خاطر سهولة البرنامج مش هبتدي من هنا، انا هبتدي بان احنا نعمل شات فلو من البداية من زيرو فاضي تماما. هنا هو الشات فلو فاضي، عندك شوية ازرار هشرحها لك. اد، ودي اللي بتاد منها النودز بتاعتك اللي اتكلمنا عليها قبل كده. سيف، ودايما انا برشح ان انت تسيف اي شات فلو قبل ما تبتدي تشتغل عليه، لانك بمجرد ما هتسيفت هيطلع لك زرارين زياده، زرار السيتنج وزرار الاند بوينت. خليني اشرح لك زرار الاند بوينت بسهوله. هو المكان اللي بتاخد منه الاكواد اللي بتحطها في الموقع بتاعك. فبسهوله جدا تقدر تخش على embed ومعناه بعدين البوب اب HTML.
هتاخد الكود ده كله كوبي وتحطه على الموقع بتاعك، ولو عايزه يظهر بشكل فول سكرين على الموقع بتاعك بتاخد الكود ده، او لو عندك الابليكيشن بتاعك رياكت بتقدر تاخد الكود ده. وممكن كمان لو الابليكيشن بتاعك بايثون، جافا سكريبت، CURL، كل ده بتاخده من هنا. اما لو عايز تعمل ابليكيشن ستاند الون فممكن بسهولة تخش على شير شات بوت وتفتح اللينك دي، هيفتح معاك الشات بوت من هنا، ومن هنا اقدر اسأله اي سؤال ويجاوب عليا. انا لاني لسه ما عملتش اي شات فلوس فمش هيجاوب عليا باي حاجة واداني ايرور. خلينا نرجع مرة تاني للصفحة اللي بنبني منها الشات فلو. عندك اخر زرار هنا هو اسمه السيتنج بتقدر تشوف الرسائل بتاعة العملاء اللي تواصلوا مع الشات بوت، الليدز، الابسرت هيستوري هنتكلم عليها بعد كده، configuration، save as template، وغيرها كتير من الاوبشنز اللي ممكن نتكلم عليها في الحلقات اللي جايه. اي حاجه عملت لها هنا هو رن هتقدر ان انت تفتح وتعمل معاها conversation عادي جدا او محادثه عاديه جدا. بس الاول خلينا نبني الشات فلو بتاعنا. اي شات فلو بيبتدي بنقطه من الاتنين، اما ايجنت او تشين. الايجنت بيبقى معقد شويه، او بمعنى اصح بيتطلب sophisticated applications تكون عايز تعملها، لاني ممكن اعمل اكتر من ايجنت يتكلموا مع بعض. والتشين هي الحاجه البسيطه اللي ممكن ابتدي بيها معاكم. فانا هفتح تشين وهتلاقي عندك مجموعه نودز كتيره للتشينز. انا هنا هو اللي يهمني conversational retrieval question and answer chain، هسحبها معايا، وهي هنا هو بتقول لي ان انا محتاجه شويه مدخلات وشويه مخرجات. واحد من المدخلات ديت مهم جدا ما ينفعش يشتغل من غيره، اللي عليها علامه حمراء. اللي ما عليهوش علامه حمراء ممكن اشغل الابليكيشن من غيره. فهو هنا هو بيطلب مني اني ادخله الشات موديل وادخله حاجه اسمها فيكتور ستور ريتريفل، ودي لو انتوا فاكرين اللي اتكلمنا عنها، اللي بتقسم الداتابيز بتاعتي لمجموعه من chunks صغيره. بس بسهوله خلينا اضيف الاول الشات موديل. هخش على علامه بلس دي تاني وهقفل التشينز، هلاقي تحتها حاجة اسمها شات موديلز، هفتحه. في عندي شات موديلز مختلفة، لو فتحتها هلاقي مجموعة كبيرة من شات موديلز زي كلود وجروك وهاجينج فيس وغيرها كتير ولاما. انا دلوقتي اللي يهمني اوبن اي اي، هاخد اوبن اي اي معايا دراج اند دروب او هسحبه وهسيبه هنا اهوت. هلاقي ان ده كمان بيتطلب مدخلات ومخرجات معينة. واحدة فيهم هي الكاش ميموري، المخرج بتاعه اللي بيروح بعد كده للشات موديل وبوصله بيه. وكده اصبح الاتنين جاهزين مع بعض. نبتدي نكمل مع بعض بان احنا نملى الداتا بتاعت الشات اوبن اي اي credentials. اول جزء هبتدي املاه هي الكريدنشلز بتاعت الشات اوبن بي اي اي، فهقول له create new وبعدين هديله اسم، اي اسم، ممكن اسميه هاني، ممكن اسميه اوبن اي اي. وبعدين هيحتاج الاوبن اي اي كود بتاعه. علشان اجيب الاوبن اي اي كود كل اللي هحتاج اعمله ان انا هخش على شات جي بي تي او اوبن اي اي واجيب منهم ال API بتاعتي. عشان تجيب ال API بتاعتك من OpenAI هتكتب الويب سايت دوت platform.openai.com/API-keys. هسيب لكم الرابط بتاعه في الكومنت او ممكن تعمل سيرش على جوجل. فانا هنا هوت عشان خاطر لسه ما عملتش لوجين فهيطلب مني ان انا اعمل لوجين. هعمل لوجين وبعدين هرجع لكم مرة تاني. ودلوقتي بعد ما عملت اللوجين كل اللي انا هحتاج اعمله هو ان انا هكريت نيو سيكريت كي وهسميه اسم، خلينا نسميه فلووايز، وهقول له هو الديفولت بروجكت بتاعي كريت سيكريت. هو ده الكي اللي انا هاخده. الكي دوت انا همسحه بعد ما اخلص الكورس، فما تحاولش ان انت تستخدمه. هاخده معايا كوبي وهفتح فلووايز، ومكان ما عايز الاوبن اي بي اي اوبن اي اي بي اي كي هعمل بيست واقول له اد. دلوقتي انا مليت اول جزئيه اللي هي الجزئيه بتاعه الاي بي اي بتاعه اوبن اي اي. تاني جزئيه هي انهي شات موديل انت عايز تستخدمه، هل 3.5 تيربو ولا 4 ولا 4 تيربو ولا 4 او ولا 4 ميني. انا هختار حاجه بسيطه، هختار شات جي بي تي 4.0 وبعدين هخلي التمبريتشر ل 0.5. التمبريتشر هي مستوى الكرياتيفيتي بتاعت اوبن اي اي اللي منها عايزه يبقى كرياتيف اكتر
او اقل كرياتيفيتي، هي عبارة عن اي رقم بتختاره ما بين 0 ل1، فممكن تخليها 05 06 07 09 او حتى 1. وبكده بكون خلصت اول نود. بضطر بعد كده ان انا اخش لتاني نود اللي محتاج اوصلها، وهي اسمها فيكتور ستور ريتريفل. فهفتح علامة البلس وبعدين هقفل الشات موديل وهنزل تحت شوية لغاية ما هلاقي الفيكتور ستور بتاعتنا. انت هنا هو ممكن تستخدم فيكتور ستور متاحين كتيرة قوي. انا كل اللي تهمني حاجة اسمها in memory فيكتور ستور، هي دي اللي انا هسحبها معايا وباخدها بوصلها بحيث ان هي تبقى واصلة معايا. هي بس محتاجة حاجة كمان اسمها embedding. فانا لو دخلت على علامة البلس ونزلت على embedding فتحتها معايا، هلاقي كمان OpenAI embedding API اهي. OpenAI embedding هاخدها معايا، اسحبها drag and drop وبعدين هحطها جنبهم وهوصلها بالامبيدنج، وهنا اتوصلت معايا بكل سهولة. لو لاحظتوا ان انا لما حاولت ان انا اوصلها بحاجة تانية هي مش بتاعتها، هي ما قبلتش معايا. طيب دي مدخلاتها عبارة عن ال API key اللي انا لسه عامله اللي هو اسمه OpenAI، وبتختار الموديل اللي انت عايزه. انا هسيبها على embedding ADA002. وبكده ابقى عملت اول جزئيتين هي محتاجاهم. لما كان محتاج الفيكتور ستور والشات موديل، دخلت له الشات موديل ودخلت له الفيكتور ستور. بس لو لاحظتوا هتلاقوا ان الفيكتور ستور كمان هنا هو محتاج دوكيمنت، ودي الدوكيمنت اللي انا المفروض بحط فيها الانفورميشن بتاعتي الخاصة بالعيادة او الخاصة بالبزنس اللي انا بشتغل عليه. هنا هوت انا لو فتحت علامة البلس ودخلت على دوكيمنت لودر هلاقي مجموعة كبيرة من المدخلات اللي ينفع تدخلها وتحفظها كدوكيمنت، زي مثلا Airtable API Loader لو انت بتشتغل على ابليكيشن تاني ومحتاج تسحب منه API وتدور فيهم، CSV فايل، دوكيمنت ستور، ممكن اخد Word دوكيمنت، ممكن اخد ديجما فايل، ممكن اخد جيت هاب ريبوزيتوري، جيسون فايل، ممكن اخد ملف PDF، ممكن اخد ملف تكست. انا هنا هوت كل اللي هاخده ملف تكست هحطه قدامي. هلاقي ان هو بيتطلب شوية مدخلات ومخرجات. اول حاجة المخرجات بوصلهم ببعض مع الدوكيمنت. اما بالنسبة للتكست هنا هوت فهنا هوت انا هديله الانفورميشن بتاعة العيادة بتاعتي. طبعا انا استخدمت اقل حاجة فيهم صعوبية هي ان انا اديله شوية تكست، بس انا كل ما اديته معلومات اكتر كل ما بقى متدرب اكتر على المحتوى دوت. فهنا هوت هديله المدخلات بتاعته اللي هو طالبها. هو طالب تكست بيشرح فيه العيادة او البيزنس اللي انا بعمل له الابليكيشن. فانا هنا محضر له تكست بقول له فيه ان انت عبارة عن انا وكيل خدمة عملاء المخصصة لك في عيادة ديرما ليزر اللي موجودة في الحتة الفلانية، والخدمات بتاعتها والأسئلة الشائعة، وهل توجد عروض حالية، وأين موقع العيادة، والرقم التليفون، والتكلفة الجلسات، وإجراءات لو هو عايز يكلم ممثل بشري، وإيه الرقم اللي يكلمه عليه. أنا دخلت له شوية تكست بسيط هنا هو بيشرح له أنت إيه وظيفتك والمفروض أنت بتعمل إيه. لو أنا اكتفيت على كده وقلت له بس سيف، هيسيف معايا. بس هحتاج ادوس على زرار تاني هقول له اتدرب على المحتوى اللي انا اديتهولك. الزرار ده اسمه Upsert Vector Database. فانا هدوس على Upsert واقول له Upsert Now، وهيبتدي يحمل معايا يدرب نفسه. بيقول لي انا اتدربت على المعلومات اللي انت مديهاني في الملف دوت. طبعا هي معلومات بسيطة وصغيرة علشان الموضوع يبقى بسيط مش معقد، بس بيقول لي خلاص انا اتدربت على المحتوى دوت، تحب تسأل عن ايه فيه. فهفتح الشات هنا هوت وممكن اسأله اي سؤال يخطر على بالي. فخلينا نسأله اسهل سؤال عندنا، ممكن رقم الموبايل، واشوف ممكن يرد عليا يقول لي ايه. وفي ساعتها رد عليا على رقم الموبايل اللي متسجل عنده اوريدي في البلين تكست. وبكده يبقى الويب اب بتاعي جاهز على ان هو نعمل له deployment، سواء كان على الويب سايت او على الواتساب او الفيسبوك ماسنجر او غيرهم كتير من الخدمات اللي ممكن اقدمها. بس انا هنا هوت هفتح الستاند الون. فهفتح هنا هوت الستاند الون وهقول له ايه الخدمات المتاحة، وهقول له ايه الخدمات المتاحة. وفي ساعتها هلاقيه بيرد عليا ويقول لي الخدمات المتاحة في عيادة ديرما هي 1 2 3. بكده اكون شرحت لك الموضوع بكل بساطة، وقلت لك ازاي تعمل شات بوت وتدربه على محتوى بسيط بعد ما عملت الانستليشن على الكلاود. علشان ما تكونش الحلقة دي اطول من كده، استنونا في الحلقة الجاية هنعمل
بزنس موديلز مختلفة ليوز كيسز مختلفة. فتابعونا واستنوا الحلقة الجديدة ان شاء الله. اشكركم جدا على متابعتكم واشوفكم على خير. مع السلامة.